بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ في درسنا لنهار اليوم. درس نهار اليوم يتعلق بدراسة اتجاه تغير دالة، معناتها كيفاش ندرسوا اتجاه تغير دالة انطلاقا من الدالة المشتقة. بداية باش تكون تعرف واش يقول اف دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال اي من ار، واف فتحة دالتها المشتقة من أجل كل اكس من هذا المجال تاعنا. إذا كان اف فتحة لإكس أكبر من صفر فإن الدالة اف متزايدة، ونعبر عليها بهذا السهم في جدول تغيراتها. إذا كان اف فتحة لإكس أصغر من صفر فإن الدالة اف عبارة عن دالة متناقصة، ونعبر عليها بسهم بهذا الشكل. وإذا كان اف فتحة لإكس تساوي صفر فإن الدالة ثابتة. باش نزيدو نرسخوا الفكرة أكثر نستعملوا المثال التالي. مثال واش يقول؟ لتكن اف دالة معرفة على ار ب اف لاكس تساوي اكس مكعب زائد 2 اكس مربع زائد اكس زائد 5. السؤال الاول واش يقول؟ ادرس اتجاه تغير الداله. بعد كي تكمل دراسه اتجاه التغير اش قلنا؟ شكل جدول تغيرات الداله اف. باش ندرسوا اتجاه تغير الداله لازم اول حاجه نبداو بها نشتقوا الداله تاعنا. قرينا في الاشتقاق اف فتحه لاكس هي مشتقه الداله اف لاكس. شنو هي المشتقه تاعنا؟ اكس مكعب كنشتقوها تعطينا 3 اكس مربع زائد 2 اكس مربع كيشتقوها تعطينا 4 اكس زائد الاكس هذه كيشتقوها تعطينا 1، والخمسه بطبيعه الحال راها عدد حقيقي كنشتقوه اش يعطينا؟ صفر. صحيح يا جماعه؟ هذه المشتقه تاعنا. المشتقه تاعنا اش نديروا؟ نروحوا ندرسوا الاشاره تاعها، معناتها نرجعوها معادله 3 اكس مربع زائد 4 اكس زائد 1 تساوي الصفر. تحصلنا على معادله من الدرجه الثانيه. قبل ما نحلوا هذه المعادله نعينوا الأ تاعنا ونعينوا البي ونعينوا السي. الأ راه يساوي في هذه الحاله 3، البي راه يساوي 4، والسي شحال راه يساوي 1. نحسبوا الدالتا. دالتا يساوي بي مربع ناقص 4 في أ في سي، ويساوي البي اللي هي شحال؟ 4 مربع ناقص 4 في الأ اللي هي 3 في السي اللي هي 1. صافي الدالتا شحال يساوي يا جماعة؟ 16 ناقص 4 في 3 في 1 تعطينا 12، واللي يساوي لنا 4. الدالتا تاعنا راه يساوي 4. في هذه الحالة الدالتا كرا داير أكبر من الصفر. معناتها يوجد حلين اللي هما إكس واحد يساوي لنا ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 يساوي البي شحال؟ 4. صافي ناقص بي هي ناقص 4 ناقص جذر دالتا اللي هو 4 على 4 هنا يا جماعة على 2 في الأ اللي هي 3 يساوي لنا ناقص 4 ناقص 2 على 6 يساوي لنا ناقص 6 على 6 اللي هي ناقص 1. هذا الحل الأول تاعنا إكس واحد. نروحو نضربوه للإكس 2. إكس 2 واش تساوي لنا؟ ناقص بي زائد جذر دالتا على 2 يساوي ناقص 4 زائد جذر 4 على 2 في 3 يساوي ناقص 4 زائد 2 على 6 يساوي ناقص 4 زائد 2 تعطينا ناقص 2 ناقص 2 على 6 كي نختزلوها تعطينا ناقص 1 على 3 إكس. صبنا حل. نروح نديرو الإشارة تاع المشتقات تاعنا في جدول. عندنا إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وعندنا فتحة لإكس. الحلول اللي صبناها عندنا الناقص 1 والناقص 1 على 3. رتبوا الناقص 1 هنا يا جماعة والناقص 1 على 3 هنا. ما دامهم حلول معناتها راهم يعطيو لنا المشتق. دائما كي كنا نحلوا معادله من درجه ثانيه ونصيبوا حلين كنا كنبغوا نديروا الاشاره هنا نديروا نفس اشاره ا وهنا نفس اشاره ا وفي الوسط عكس اشاره ا. هنا الا كي راه داير يساوي 3 موجب، معناتها هنايا موجب وهنايا موجب وهنا سالب. كما هكا رانا كملنا اشاره المشتقات تاعنا. نرجعوا للتعريف شنو كان يقول؟ قال لك كي تكون الداله اف موجبه عفوا اف فتحه موجبه فان الداله اف متزايده، اف فتحه سالبه فان الداله اف متناقصه. هنا ايش نقولوا؟ اف داله متزايده وين يا جماعه؟ على المجال
شكون هو المجهول؟ هنا كرا داير المشتق موجب معناتها الداله هنا راهي متزايده، وهنا كرا داير المشتق موجب معناتها الداله هنا راهي متزايده، معناتها على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، والمجال الزاوج شكون؟ من ناقص واحد على 3 حتى الزائد ما لا نهايه. صحيح يا جماعه؟ واف متناقص على المجال، شكون هو المجال اللي راهي فيه المشتقة تاعنا سالبة؟ من ناقص واحد حتى ناقص واحد على 3، من ناقص واحد إلى غاية ناقص واحد على 3. صحيح يا جماعة؟ بهذا شدرنا درسنا اتجاه تغير الدالة. بعد شكل جدول تغيرات الدالة اف. جدول التغيرات يكون كالتالي. دائما كي تبغي ترسم جدول التغيرات، أول حاجة اكس اللي هي مجموعة التعريف تاعنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، تعاود تعين إشارة المشتقة تاعنا اللي هي اف فتحة لإكس، ومن بعد هنايا اف لإكس. صح. الحلول اللي عندنا اللي هما ناقص واحد على 3 راهم يعدموا المشتقة قلنا، وهنا المشتقة كانت موجبة وهنا سالبة. قلنا جدول التغيرات يتضمن إشارة المشتقة ويتضمن اتجاه التغير. هنا المشتقة كراهي دايرة موجبة معناتها الدالة كي دايرة متزايدة، مشتقة كراهي دايرة سالبة معناتها الدالة متناقصة، مشتقة كراهي دايرة موجبة معناتها الدالة متزايدة. شباقي يا جماعة هنايا تروح تحسب الصورة تاع اف لناقص واحد، وهنايا تروح تحسب الصورة تاع اف ناقص واحد على 3، وهذو يتعمروا بالنهاية. صحيح يا جماعة؟ نروحوا للمثال الثاني. المثال الثاني شنو يدير يا جماعه؟ المثال الثاني راه عباره عن دراسه هندسيه، معناتها كيما بيان كيفاش تستنتج اتجاه التغير، وكي تعرف اتجاه التغير تقدر تعرف اشاره المشتقه. مثل المنحنى التالي، منحنى الداله اف في معلم متعامد متجانس او اي جي. السؤال هنا شا قالنا؟ اكمل الجدول التالي. صح. باش نعمروا الجدول اش عندنا هنا؟ اكس من ناقص ما لا نهايه ناقص 2 حتى زائد ما لا نهايه. كبدايه نروحوا لاف لاكس. ها المنحنى تاع اف لاكس كي راه داير من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 2. ها ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 2 عباره عن داله متناقصه، نعبروا عليها بسهم هابط الاسفل. من ناقص 2 حتى 2 الداله متزايده، نعبروا عليها بسهم طالع. من 2 حتى زائد ما لا نهايه الداله متناقصة. صح يا جماعة؟ صح. كي تكون الدالة متناقصة المشتقة كيفاش تكون؟ سالبة. كي تكون الدالة متزايدة المشتقة كيفاش تكون؟ موجبة. كي تكون الدالة متناقصة المشتقة تكون سالبة. طبيعة الحال هذه قيمة حدية، المشتقة عندها شيء يصرى لها؟ تنعدم، وهذه قيمة حدية عظمى، المشتقة تنعدم. شا بقى لنا نعمرو هذا؟ الصورة تاع ناقص 2 والصورة تاع 2. وبهذا نكون أنهينا عنصر دراسة اتجاه تغير دالة انطلاقا من إشارة الدالة المشتقة. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.